مشكلة الأنوثة الغير دائم، كثير من الأزواج يعانوا من تغيير زوجته مع مرور الأيام والسنين، وهذا واقع ما نستطيع إنكاره. سبيل المثال يعني الزوجة في السنة الأولى مهتمة بالزواج في كل شيء، اللبس، مظهر، شياكة، عطر، دلع، كلام. بمرور الأيام تبدأ في ترك هذه الأمور. وأنا هنا لا أعمم كما ذكرت سابقا، ولكني أنبه بناتي العزيزات، انتبه رومانسيتك الحلوة اللي في السنة الأولى من الزواج أنها تستمر معك، الكلام الجميل الحلو. الوزن الله يرضى عليكم، جات الأسبوع اللي فات واحدة زادت 17 كيلو في السنة الأولى من الزواج. طيب وبعدين هو أخذك 55 طلعتي 65 ولا 67، ما حينفع الكلام هذا. معناه دكتور حسن أنت عارف شهر العسل والخروج والمراح والمجي بالعافية، ما قلت لك لا تاكل قولي وانبسطي، بس انتبه للوزن. الاهتمام برضو بالملابس الخاصة الأعماق، جددي دائما، اعملي تسريحة جديدة لي، واحس انك انت ما شاء الله تبارك الله انك انت لسه عروس لك سنة. ليش؟ مهتمة بجسمك، مهتمة بشعرك، بأناقتك، بدبلوماسيتك ما شاء الله تبارك الله. لكن مو بس تجري وتصرفي صرف كثير جدا برضو زي ما قلنا في فيديو سابق على ماركات مرهقة للزوج، في نفس الوقت هو استفاد شيء منك. لما انت تهتمي بالمانيكير والبوديكير يحس انك انت بتسوي ده عشان مين؟ عشان زوجك انت. رجاء رجاء رجاء، الرجل كائن بصري، والواحدة بتهمل في نفسها. بعض الرجال يقول لك دكتور حسن والله ما يداري عني، كل شيء بزورتها، كل شيء صحبات، بيروح يتزوج عليها وتصير مشكلة كبيرة جدا. ساعتها بتتشيك له وتتأنق له تو ليت، بعد ما زوج ثاني تتشيكي. انت حافظي على بيتك، الله يرضى عليك. دمتم بخير.